الخوت السلام عليكم. الدراجات انواع واشكال وكل وحده ووظيفتها، ها اللي تصلح للجبال، ها اللي بلاصتها الفوريان، كل وحده وعلى صايبوها. في هذا الفيديو غنقدم لكم كاع الانواع، تولي غير تشوف موتور في الزنقه تعرف الاشمن فئه هو. قبل ما نبدا داروا دوز عندي القناه التليجرام، تما كتب لي الكونت ديالك في انستغرام وانا نحطو عندي في ستوري الا بغيتي تطلع كونت ديالك صح. وحتى كاينين خلفيات وشي لعيبات زوينين جايين في الطريق ان شاء الله، كاملين انت اللي غتستافد منهم. وبغيت نقول لكم باللي هذا الفيديو هذا ماشي جدي، ولكن فيه معلومات صحيحه طبعا وغتستافدوا منه بزاف. الفئه الاولى واللي كاملين عارفينها وهي سبورت بايك، دراجات مصممه خصيصه للسباق. بعض من هاد الدراجات يمكن ليهم يمشيو في الشارع والبعض لا. محرك كيبدا من 50 سي سي بحال ابريليا ار اس 50 حتى ل 1340 سي سي بحال السوزوكي هايابوزا. درجات خطيره بزاف، خطا بسيط غتسمع ما نبيو، تشورك قليل والسرعه عاليه، مناسبه للفيراجات، ماشي ديال الطريق طويله، غير مريحه نهائيا، كونسوماسيون عاليه، تخويلك الجبال معلم. في السنوات اللي فاتوا داروا عليها بزاف تعديلات وبزاف المميزات اللي زوينه في الامان والسلامه ديال الموتور، بحال التراكشن كونترول والاي بي اس وبزاف ديال الحوايج اخرى. وبالمناسبه راه درت حلقه على الاي بي اس، حتى تسالي وسيروا شوفوها، ماشي دابا تتسالي، غتعرفوا بزاف ديال الحوايج وغتستافدوا بزاف. الفئه الثانيه ستريت بايك اولا نيكد بايك، اولا في المغرب كنقولوا ليها الروتستر. اشهر فئه في المغرب بحال هوندا هورنيت، زيد 750، زيد 800، زيد 900، زيد 1000، كلهم كيتميزوا بقوه كبيره وخطوره اكبر، غير تقيس الكسيراتهم كيتهز الموتور. السرعه اقل من السبورت بايك، ولكن الراحه فيها اكثر غير شويه ماشي بزاف، ماشي بحال الموتور المخصصين للسفر اللي غنقول. وتسناو بقاو معايا. هاد الدراجات مناسبه للكابراج والتقصار بصفه عامه، الشكل متوحش اللهم بارك، الصوت فيها غير قابل للنقاش، الموتور كيغني واللهم بارك. لا من ناحيه الفور سيلندر بحال مثلا الزيت 800 ولا تو سيلندر بحال الام تي 07. اوكازيون صعيب تلقى فيه ا، لا من ناحيه الوراء ولا حتى من الموتور. اخر ما غنت كلثوم في هذه الفئه وجي اكس ار 1000. الهيبه المعلم والفخامه زعما ماشي هيبه، ناريه عقلو كامله في الدريات. المهم غير ضحك. كونسوماسيون ديال هاد الدراجات اقل من السبورت بايك، مي واخا هكاك على حساب انت والسوقان ديالك جبدتي الكابل غتكونسومي بزاف، مشيتي عادي وراه حتى هي تشحطك، راه متوسط الكونسوماسيون فيهم تقريبا كاملين 6%. الفئه الثالثه محبوبه الجماهير وهي السكوتر، بدا من السكوترات 50 سي سي بحال الكيمكو الكابوتشينو حتى توصل الان ماكس اس اش تايماكس الى اخره. درجات زوينه، نسبه امان عاليه، طبعا الا كنتي بعقلك، ما كنتيش بعقلك راه وسط داركم وغتشعل في راسك العافيه. الاولى نشوف واش غتصدق صح ولا ما غتصدقش. A few minutes later. قول سيدي شويه ديال الرغوه. المهم نكملوا. درجات مناسبه لوسط المدينه، كونسوماسيون قليله، تورك قليل، سرعه عاديه ما عالياش بزاف، دراجه كتناسب الطوال والقصار، واهم حاجه هي السهوليه، غير كسيري وفراني وصافي، ماشي بحال الموتور ديال المانيال، كسيري شد لامبرياج بدل الفيتاس، فران اللور لتحت، الفرا القدام في اليد بحال تسوق طياره او وهاي ضحكه الدراري. عاوتاني الفيتاسات هما اللي كيخليو الموتور ممتع. زيد الموتور عندك فين دير شي كاسك ولا شي حاجه ولا ساكادو ديالك، الكوفر زعما. العيب اللي فيه هو الثمن غالي بزاف، راه تعيا ما تقنع فيا. الموتور 350 سي سي ب 8 المليون ما بلانش، ولا 560 سي سي كاع ب 18 مليون راه اثمنه بزاف. المهم تايماكس احسن موتور في العالم، غير باش ما يتقلقوش ليا المتابعين المريولين ديالي. الفئه الرابعه هي الكروزر اولا الكلاسيك، اولا حنا في المغرب فيما كنشوفوا شي واحد راكب على موتور ويديه في السماء كنقولوا عليه هارلي، واخا الهارلي غير سميه ديال الشركه ديال الماطر، الهارلي دافنسون. الماطر اما في الراحه، الكرسي عريض يهز لك كامله، حتى لا ديال اخلاقنا يا رجل. المهم بغيت غير نوضح، الدراجات بمحرك قوي وسرعه قليله، كيتحمل مسافات طويله، وفي الاغلب كيكون فيه محرك في توين اولا جوج سيلانات متصلين على شكل في، الصوت ديالو بحال شي طاحونه قديمه. ولا ضحك عاوتاني، بزاف ديال الناس كيعجبهم الاصوات ديال هذا الماطر. واحد القضيه اللي ما فهمتش، كاين شي ناس كيبيعوا حوايج ديال هذا الماطر بفلوس فهمتي والغلا صاحبي، في حين تقدر تمشي غير للبال وتجيب حسن منهم ب 50 درهم تكسي كامل. المهم خليهم يدبروا راسهم، انا غير طانج وصافي.
الفئه الخامسه التورين بايك، حتى هذه في المغرب كيقولوا ليها الهارلي. المهم هاد الدراجه مخصصه للمسافات الطويله، كتميز انها تقدر تهز لك بزاف ديال الاغراض، وهذا الشيء اللي كيخليها ثقيله بزاف وبزاف اصاحبي، راه فوق 450 كيلو. وبعض الامثله من شهوره والحبوبات الاغنياء الجولدوين، دراجه اعتماديه وغاليه في الثمن وكتميز بكثره الخصائص بحال هكا زي طوموبيل مصغره وصافي. الفئه السادسه سبورت تورين، ها انت ركز معايا. كنشدو موتور سبورتيف على سبيل المثال كawasaki H2 كنخلطوه مع التورين بايك، بحال مثلا هذه اللي قلت قبيله الجولدوين، كيعطينا موتور سبورت تورين. هاد النوع ديال الدراجات كيجمع ما بين السرعه والمتعه والمسافات الطويله، ماشي طويله بزاف، المهم بالنسبه للراحه بين وبين، مريحه بحال التورين وماشي مريحه بحال سبورتيف وصافي راك فاهم. غير هاد النوع خف من التورين وحتى هو فيه مساحه تخزين، فيه 16 جيجا في الرام قال لك مساحه تخزين، كارت ميموار هو. بعض الامثله على هاد الدراجه البي ام دبليو 1250 ار اس، الكawasaki H2 اس اكس، الياماها تراسر 900 وغيرها الكثير. ودوزو عندي الان التليجرام الا بغيتي الخلفيات، او لا والله حتى داكشي زوين في التليجرام، دوزو ما دزتيش التليجرام راك الوان. الفئه السابعه الديرت بايك، موتور خيال علمي، تلوحو منطاج 102 ما يطرى ليه والو، ديال الاوف رود، مخصص لطلوع الجبال والهضاب والسهول وصافي عيا اساسا. الدراجه محرك سيلندر واحد، محرك قوي، تورك طالع، السرعه قليله، واكثر حاجه كتميز بها هي الطول ديال المنتسورات والقوه ديالهم. بنوات متميزين باش يقدروا يطلعوا في الجبال ويمشيو حتى في الرمله. الجلسه تقريبا كتجلس واقف، اش كاين هاد اللعيبه عاوتاني انت جالس وفي نفس الوقت واقف. الكرسي الصراحه بلا ما نقول والو واحد وطبعا عاوتاني في المغرب اي موتور كيشبه الديرت بايك كيقولوا عليه الكروس. الفئه الثامنه محبوبه الجماهير الادفنتشر بايك او الترايل كما كنقولوا في المغرب، بحال تخلط عاوتاني بالكروس والسبورت تورين. بقيت عليكم غير بالتخلط في هذا الفيديو بحال مثلا البي ام دبليو 1250، الكي تي ام 1290، الفوج دي اس. الفوج دي اس عاود ندخلها وصافي. درجات السفر والاوف رود والبيست وكل شيء، الموتور ما كيناشفش القصار. وحيت انا عارف بلي الناس القصيره في الطول كيكونوا عنيدين غيشريو هذا الموتور لا يطري ليا، وانا غير بغيت نقول لكم بلا تعذبوا معاه وصافي، او دبروا راسكم، اصلا حتى انا قصير خانصه. وتحيه للثلج، تحيه للثلج اخويا. الفئه الاخيره وهي الدوير سبور، بكل بساطه هو كروس ولكن بالبولات وداكشي، يعني قانون يمشي في الطريق. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ونتمنى يكون عجبكم. قولوا لي في التعليقات اش من فئه عجبتكم، ودوزوا عندي التليجرام عباد الله.